بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما وعدناكم بابنا خوتنا نكملوا دائما في السلسلة تاعنا المتعلقة دوما بالقائمة الاسمية المشاركة في كأس إفريقيا المقبل اللي تفصلنا عنها حوالي شهر وبضعة أيام. على كل حال درنا فيديو يعني القائمة الاسمية او الموسعه اللي تضم 55 لاعب. العنوان تاعها راه يظهر لكم الان الفوق في الشاشه، ضغط عليه اللي حاب تشوفوه، وتلقاوه ايضا مثبت يعني في اول تعليق اللي حاب يزيد يشوفه نراكم في التعليقات. اليوم هذا الفيديو راح نتكلموا على القائمه 27 اللي قلت لكم انه 23 زائد 4 لاعبين كخيار ثانوي. اذا اراد الفاف استدعائهم راح يتكلف يعني بنفقاتهم، يتكلف بكل شيء. على كل حال انا اظن انه 4 لاعبين ماده ما جابت نستغلوهم ونستدعوا 27 لاعب، لانه بعض اللاعبين شفناهم انه احيانا يكونوا خارج الاطار. على كل حال بابنا خوتنا ما تنساوناش لايك للفيديو، اشتراك في القناه ضروري باش يوصلكم كل اخبار منتخبنا الوطني الجزائري. نبداو مباشره. على كل حال في حراسة المرمى يعني المتوقع بشدة أنه راح يكون الثلاثي يعني كالعادة: أنطوني موندريا، راح يكون مصطفى زغبة، وراح يكون أيضا لاعب آخر. يعني راح يكون صراع ما بين بنبوط وما بين قندوز وما بين مبولحي. الجمهور الجزائري يريد مبولحي بحكم الخبرة، حتى إذا ما كانش حارس أول راح يفيد بالخبرة، لكن جمال بالماضي لا أظن أنه في هذا الوقت بالذات أو راح يغير لك شيء في حراس المرمى، إلا أنه ممكن جدا يجي مبولحي، لأنه كأس إفريقيا لها طعم خاص، ومدرب حراس المرمى هو اللي يتكفل بهؤلاء اللاعبين وليس جمال بالماضي. يعني باش نكونوا على فكرة أن حراس المرمى ليس من اختصاص جمال بالماضي. على كل حال نجو إلى الدفاع. الآن في الدفاع عندنا كالعادة يوسف عطال هو اللي راح يكون يعني جناح أيمن، يعني عفوا مدافع أيمن على شكل جناح أيمن. على كل حال وطالع حابط، يعني هذا هو الأساسي. وباذن الله ان شاء الله بالتدخل من الفاف راح نديروا فيديو نتكلموا واش كاين واش ما كاش، لكن على العموم عطال باذن الله راح يكون اساسي في المنتخب الوطني الجزائري لو حاليا يلعب في نيس الفرنسي. كالعاده كيفن غيتون اللي دائما ما اقول عليه اني لا اقتنع به. على كل حال كيفن غيتون هو اللي راح يكون على الجهه اليمنى، اللي هو لاعب ايضا مادز الفرنسي. ندوز الى الجهه اليسرى. ريان ايت نوري لاعب ولفرهامبتون هو الاساسي، وعندنا ياسر العروسي اللي هو لاعب شيفيلد يونايتد هو راح يكون على الجهه اليسرى بدون منازع. ندوز احبابنا خاوتنا نمدوا قائمه 23 لاعب ثم نضيفوا الاربع لاعبين لانني متمني يكونوا في القائمه لانه خيار ثانوي. في محور الدفاع كالعاده ولن يغير جمال بالماضي شيء. عيسى ماندي لعب فياريال دائما اذا كان ديسبونيبل، لانه مازال يعاني من اصابه وراح يولي في اخر الشهر. عندنا احمد طوبه لاعب ليتشي الايطالي، مع اني افضل حاليا استدعاء سواء زين الدين بالعيد او حتى بدران، لا ادري. ليسونسيال احمد طوبه راهو بعيد كل البعد عن مستواه. بالاضافه محمد الامين طوغاي اللي لعب الترجي اللي المره الاخيره ما عجبنيش وكدنا نتلقى اهداف، بالاضافه الى رامي بن سبعيني. هذه هي القائمه الاسميه احبابنا خوتنا، لن تغير فيها شيئا. الآن ندوز إلى الوسط الميدان الدفاعي. عندنا رامي الزروقي اللي هو لاعب فينورد الهولندي، يتألق مع ناديه وحتى يقدم مردود لا بأس به في المنتخب الوطني الجزائري. راح يرافقه أيضا نبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي، لو يقدم أيضا في مجهود جبار مع نادي ليل وأداء راقي مع نادي ليل الفرنسي. ندوزوا احبابنا خوتنا الان الى لاعبين اخرين سيكونون انا اظن بالنسبه كبيره هما راهم كاينين في القائمه الموسعه، بما انه اسماعيل بن ناصر راح يولي الاسبوع المقبل او اقصى تقدير على اسبوعين، يعني راح يلعب مباراه مع ميلان، فبالتالي تخطى الاصابه. وهذا بتصريح بيولي ستيفانو بيولي اللي هو مدرب ميلان اللي قال عليه انه اصابه بن ناصر اصبحت ذكرى واصبحت من الماضي، وهذا ما اكده ايضا فعلى ما اظن اسمه راح لي. على كل حال هو صحفي ايطالي على ديمارزيو، نعم ديمارزيو، واللي اكد انه رسميا بن ناصر يولي الميادين في على بعد اسبوع. على كل حال بالاضافه اسماعيل بن ناصر، حسام عوار، هشام بودوي، وفارس شيبي. هذا هو خط الوسط بابنا خاوتنا، هذا هو خط الوسط اللي رايح الى كاس افريقيا حبينا ولا كرهنا. بالاضافه ندوز الان الى
الأجنحة نتاعنا رياض محرز وأدم الناس بدون منازع. وعندنا أيضا على الجهة اليسرى محمد الأمين عمورة وآدم والناس راح يكونوا على الجهة اليسرى. أما في الهجوم راح يكون بغداد بونجاح وراح يكون إسلام سليماني. على اليسرى قويري وعمورة، وفي الهجوم راح يكون إسلام سليماني وراح يكون بغداد بونجاح. هذو هما القائمة 23. الآن بما أنه الكاف عندها دارت خيار أنه بإمكانك تستدعي 4 لاعبين على نفقة الفاف، يعني هذول 4 لاعبين راح يكون أكيد جناح أيمن، وراح يكون أيضا جناح أيسر، وراح يكون مدافع محوري، وراح يكون مدافع في وسط، وراح يكون يعني وسط ميدان دفاعي. هذا واش نسحقه على كل حال، لأنه مهاجم ما عندناش صراحة أبار إلى قويري تعود تقلبه كمهاجم، ولا عمورة يولي كمهاجم. الحمد لله كي متعددي المناصب راح نكونوا في أريحية. لذلك راح ممكن جدا أقول ال4 لاعبين هذو، يعني لو كان جات لي واش نجيب بالليلي يوسف لاعب المولودية اللي راهو هداف وراهو متألق، لازم يكون بالليلي. بالنسبة لي حاليا بالليلي لو أفضل من قويري، حاليا أقول حاليا بالليل لازم يكون. أما على الجهة اليسرى يقدر يجيب حتى لاعب آخر. عندنا بشير بلومي راهو يلعب كأساسي، وعندنا أيضا ممكن يجيب بدر الدين بوعناني. هذول اللاعبين يعني لازم يكونوا، أقصد بالليلي واحد من بوعناني وبشير بلومي. أظن أنه بلومي ولا راح يكون الأقرب باش يكون في المنتخب الجزائري. نزيدوا نجيبوا أيضا وسط ميدان آخر، تشكيلة ثرية وثرية جدا. أقربهم سفيان فيغولي، هذه هي. أما نزيدوا نجيبوا مدافع محوري لازم يكون معنا، نضيفوا لهم أيضا زين الدين بالعيد. وإلا ما جبناش زين الدين بالعيد نجيبوا حارس مرمى آخر. لا أظن أنه 4 حراس مرمى وما تجيبش وسط ميدان ولا مدافع محوري. ذلك أظن أنه زين الدين بالعيد هو اللي راح يكون لاعب 24، وبلومي راح يكون لاعب 25، وبالليلي يكون يعني 26، وفي غولي ويكون لاعب 27. هذه هي التشكيلة الاسمية المكونة من 27 لاعبا اللي راح تكون في كأس إفريقيا، وراح يديها جمال بالماضي. التشكيلة هذه ما راهيش عشوائية، وإنما استنتاجات، تحليلات، وعبارة عن يعني ممكن نقول تسريبات، ممكن، لأنه أحيانا تلقى بعض الصحفيين يأكدوا لك على هذا الخبر، لكن على العموم لما تلقى هذا الخبر مش معناتها أنه أساسي، لكن تشوف للإحصائيات لما يقول لك يوسف بالليلي راح يكون في القائمة، شوف واش يدير في المولودية، وشوف اسكو البوست راهو محتاج نعم أو لا، وشوف الكونكيرون تاعو اسكو هذاك المنصب صح راهو محتاج ولا لا. لكن لما تشوف الإحصائيات مع هذا الخبر تجد أنه يعني متقارب. يعني صراحة ما نقدرش نروحوا بهذا المستوى تاع أمين قويري يلعبوا به لاكان، لأنه ما زالوا نوعا ما دخلش في أجواء المباراة، عكس حسام عوار اللي من أول مباراة أول لمسة تحس أنه خلاص لاعب جزائري 100%. على كل حال نراكم في التعليقات، ما نطولش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.